ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلناه مع بعض. يلا جهزتوا سبلايز المدرسة ولا لسه؟ طبعا احنا على ايامنا كانت سبلايز المدرسة استيكة وقلم وبرية وشكرا. يلا نروح المدرسة. النهارده بقى حاجات المدرسة، طبعا دي مش كل السبلايز، احنا لسه مستنيين المس طبعا تبعت هي عايزة ايه، بس مؤقتا دي الحاجات اللي هي هتستخدمها لحد ما يبعتوا يطلبوا السبلايز بتاعتها عايزة ايه. فانا كده كده اوريدي الكورسات هنا. جبت لها هنا واحده عربي وواحده انجلش وواحده ماس، وكمان جبت لها السكتشات دي. كانت عندها هنا من السنه اللي فاتت، كانت عندها في البيت من السنه اللي فاتت، كنت جايبه لها واحده على بعضها فاستخدمت استخدمته، ودول كانوا لسه عندها ايه من السنه اللي فاتت. فاحنا اوريدي خلاص جاهزين معانا يكملوا معانا عادي. دول انا جايباهم لسه جداد. طبعا جبنا هنا علبه الوان فلوماستر، وكمان جبنا علبه الوان اللي هي الخشب دي. بس عايزه اقول لكم ان هي يعني بصوا ما كملتش، بس ان هي تعمل معايا الفيديو تمام. طبعا اخوها الصغير اخدها وخلاص نزل الالوان كلها على الارض وبهدل الالوان كلها. يعني الحمد لله احنا رحمنا دي من ايده كده فجاه. تمام. طبعا معانا هنا كتب المدرسه، طبعا جبت لها كتب المدرسه بتاعتها. معايا برضو هنا. اكتبوا لي بقى عايزين نشتغل ايه، يعني ايه هي. طبعا بنتي رايحه كي جي 2، طبعا عايزين بقى نشتغل في الديسكفر، وعايزين كمان نشتغل في الكونكت والكونكت بلس. تمام. فهنشتغل فيهم. طبعا رحت جلدت لها الكتب عشان ما تتبهدلش منها. فهو قال لي في المكتبه ان هو الكتب دي فمش هتنفع تتجلد. فانا قلت تمام، ممكن انا ابقى اجيب لها الجلاد واعملها انا في البيت لو لقيت جلاد مقاسه اكبر من اللي هو عمله لي في المكتب. تمام. طيب جبت لها هنا ملامتين. طبعا جبت لها عشان لو واحده ضاعت او كده ويكون معاها اتنين، مثلا واحده للدرس وواحده للمدرسه. طيب معانا هنا برضو الفلاسك بتاعتها، ومعانا كمان اللانش بوكس. طبعا الفلاسك بتاعتها انا ملياها ميه دلوقتي عشان انا خلاص كنت جبتها وغسلتها وغيرت الميه بتاعتها، عشان لو الريحه بتاعتها بس ما تبقاش معلقه في الميه. طبعا ونسينا اهم حاجه اللي احنا هنحط فيها الكتب والحاجات بتاعتها، طبعا الشنطه بتاعتها اهي. جبت لها الشنطه دي مش باينه، هي اللي مختارها طبعا، ماركة مومولي. بجد خامتها جميله جدا. طبعا احنا قلنا جبنا هنا الاستيكات، جبت لها اتنين دي هي اللي مختارها طبعا، مختاره اللي هي في العلبه دي عشان تقعد تفتح وتقفل فيها طبعا وتضيع وقت. جبت لها برضو بريه، برضو نفس الاختيار ان هي تقعد تفتح وتقفل فيها، مش عارفه ايه الاختيار ده. طبعا جبت لها اتنين جلو، وجبت لها بريه كمان صغيره. طيب جبت لها هنا علبه الالوان، الاقلام دي اقلام رصاص. انا بصراحه الاقلام دي انا بدور عليها من زمان جدا، يعني انا بدور عليها من زمان جدا وما صدقت ان انا لقيتها. على فكره هي مش غاليه قوي بجد، يعني في متناول الاسعار يعني. انا كنت جايبه لها السنه اللي فاتت دي، جميله جدا برضو. دي ماركه دومز. تمام. كنت جايبه لها السنه اللي فاتت، حتى لسه فيها كام قلم كده. فيها لسه دول عندها دول من السنه اللي فاتت. فانا الاقلام دي كانت ماما الله يبارك لها كانت بتجيبها لنا واحنا صغيرين، فانا ما صدقت ان انا لقيت حاجه من ايام الطفوله بتاعتنا. بجد كان بيبقى خطها جميل جدا. انا اتبسطت بصراحه ان انا لقيتها لها وقلت ان انا ايه هجيبها لها. تمام. طبعا فعايزين مرحله الكبار، فبدانا بايه؟ بدانا بالقلم الجزره ده. طبعا جاي لها هديه، ده كان جاي لها في هديه عيد ميلادها، كانت هي طالباه من عمتها جابته لها. والاسنان بتاعته طبعا ده قلم اسنان، فهي طالباه، كانت مختاراه مع شويه حاجات كده، فانا قلت اوريكم القلم ده. طيب كمان لما رحنا بقى نعمل الكتب في المكتبه شافت ده وقالت لي يا ماما انا بشوف ده مع الكبار فانا عايزه واحد زي. قلت لها تمام ماشي هنجيبه وهنكتب بيه، ماشي مفيش مشكله. كمان القلم الدوناتس. شايفين كميه اقلام اسنان يا ولاد اهي. طبعا انتوا بتعملوا في ماما وبابا كده. طبعا هي جابته عشان شكل الدوناتس ده فعجبها، فقالت ايه اليونيكورن ده، فهي هتاخده خلاص. جبت لها طبعا علبه الوان للبورد. هنا طبعا هي مش هتاخدها معاها كلها على حسب ما هم يطلبوا منها. دي الاقلام بتاع المره اللي فاتت، بتاع السنه اللي فاتت طبعا. طيب هنا بقى جبت لها ايه؟ طبعا لازم مدرسه نجيب لها ايه؟ براش جديده، فرشه جديده. طيب كمان جبنا الطوق. طبعا هي اللي مختاره الطوق الاشكال بتاعتها دي، اختارت دي.
وكمان جبنا البوكس ده فيه كذا حاجه كده جميله، في هنا كليبسات صغيره، في هنا اساتك. جبنا دي جميله برضو. وكمان جبنا الفيونكه دي، طبعا دي هتحطها اول يوم في المدرسه اللي هو بكره يعني ان شاء الله. وجبنا الاستك ده طبعا عشان الضفاير بقى والحاجات بتاعه الاطفال، لعب الاطفال دي. كمان بقى ما نسيناش الدروس بقى. انا جبت لها دول شنطتين توتي باج، تمام، بس كانت دي جايه لها هديه، دي كانت جايه لها هديه في عيد ميلادها، وانا كنت شاريه لها دي، فانا شاريه لها دي للدرس بحيث ان هي تاخدها وتاخد بيها فيها حاجاتها برضو وكده. طيب اتمنى ان مشترياتنا النهارده تكون عجبتكم وتكون حاجه سهله وبسيطه كده، يا رب بقى ايه يعني ما تكونش في حاجات اكتر من كده كتير، عشان خلاص الواحد جاب اخره. طبعا بالسبلايز اللي احنا بنشوفه الايام دي. هنستنى بقى بقيه السبلايز لما المس تبعتها على الجروب وبعدين نكمل بقيه السبلايز. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وكمان ما تطلبوش من ماما وبابا حاجات كتير زي وعد كده، ما نبقاش نوتي، صح يا وعد؟ ما نبقاش نوتي ونطلب حاجات كتير. عايزه بقى اوريكم الفلاسك بتاعتها جميله جدا، انا عجبتني ان هي لما تيجي تشرب مش هتوقع كده، دي بتتفتح كده بنلفها، شايفين كده بتتفتح وتكون سهله خالص، مش هتوقع معاها، يعني مش هتضطر ان هي تفتح الغطا نفسه وتفتحها كلها وتوقع ميه على نفسها. طيب اللانش بوكس بقى هوريه لكم، تقسيمته بجد عجبتني جدا وجميله. عندنا هنا طبعا الطقم، شنطه المعالق والشوك بتاعه العروسه طبعا اضحكوا يا ولاد على الحاجات اللي احنا بنشوفها الايام دي. وطبعا معانا هنا ده البوكس ده الكبير للساندوتشات، ومعانا طبعا هنا الجزء ده متقسم بقى طبعا هنا العصاير والكاندي، وكمان بقى الخضار والفاكهه اللي احنا ما بناكلهمش في المدرسه طبعا. فبجد خامته جميله جدا وتقسيمته عجبتني، فجبته لها بحيث ان هي ايه يكون سهل معاها برده في الاستخدام، وما تكونش مبهدل حاجه معاها في اللانش بوكس ولا في المدرسه، وما يوقعش حاجه في الشنطه بتاعتها. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا لسه لاول مره بتشوفونا، وتقولوا ماما وبابا معانا عشان يشتركوا في القناه ويشوفوا احنا بنذاكر ازاي وازاي طريقتنا سهله وبسيطه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.